السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم واحد. ازيك يا عم حجاج؟ عامل ايه؟ مالك يا عم جاي عمال تعملي في دراعك كده وتعملي في دراعك كده وتعملي في دراعك كده؟ حاجة تغضب وحاجة تطهق والله. خير بس يا حجاج. يا اخي بنت فلان رحت اصلحها وارجعها لبجوزها بقى زعلان. ايوه. اروح يا اخي كل واحد انا شفت دماغه. لا وتشتغل بتاعاه. واطلع من عند دي يقولوا لي والنبي يا عم حجاج الحال بنت فلان هيطلقوها. على الطلاق. اروح لبنت ما فلان. تغلبش نفسك. زيد يا والله العظيم انت بتنفخ فرقة مقطوع. طب وحل وش السهله دي يا حجاج ملهاش كل واحد حل. تزعل كده. دي ملهاش حل. ادي دي قلة تربية. اللي ده قلة تربية مش يعني مش تربية قلة أدب. لا ده قلة تربية من الأم والأب للعروس. ازاي بقى؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. البنت من دول اول ما تخش ثالثه اعدادي تبص تلاقيها مسكينه كتاب الدرس. ايوه. تخلص الدرس تقعد تذاكر للكل. طب ما هو ده حلو والمذاكره حلو. اسمعني بس. أيوة. تيجي الصبح تيجي واخده الشنطه بتاع المدرسه وتيجي ماشيه المدرسه. أيوة. يلف عليها 24 ساعه دماغها فان تعليم. بالتعليم واحنا مالناش التعليم عيب. ايوه. دخلت المطبخ امها علمتها حاجه، علمتها تطبخ، علمتها مش عارفاه. ايش كمان لها بنت فلان وانا بكلمها لقيتها بتقول ايه؟ ده حماتي بتقول لي اللي ما بتعرفيش تعمل شويه ملوخيه ورداء. ما هو برضه العيب من الحما برضه. قول لي كيف بقى؟ الحما بدل ما تعتبر مثلا البنت اللي دخلت بيتها جديد بنتها وتحابى عليها وتطبطب عليها تقول لها يا بنت تعالى علم فلوسها عشان تصبر على بيتها وتصبر على ابنها. أيوة لا تطلع بره البيت تقول لك ده ابني خد مصيبه سود. ابني ما ابن البنت لا بتعرف تطبخ ولا تعرف تغسل ولا تعرف تدعك ولا تعرف تعمل كل حاجه. واللي زاد وغطى ان كل حاجه بقت بالكهرب. كل حاجه بقت بالكهرب. بالكهرباء ايوه. امال اللي عايزه تعمل ايه بايديها؟ سبحان الله. يعني دلوقتي لو هي اتعلمت في جوزها الطبخ والحاجات دي ما كانتش حصلت لها مشاكل؟ ما كانتش حصلت مشاكل. ولو حماتها كانت حبت عليها وحاطتها تحت باطها وفي حضنها وقالت لها يا بنت هعمل لك كذا وكذا. قال لا 90% من الحموات ايوه بيطلع يفضح مراتات ولاده. طب دي البنت. طب والواد بقى يا حاج؟ الواد بقى مشكلته في حاجه سوا. الواد منشف دماغه برضه. منشف دماغه ليش بقى؟ لا عشان عليات الشباب الايام دي الصغيره ما بيعرفوش يطبخ. يا عم يطبخ هو. امال ايه؟ كل واحد ماسك له تليفون في ايده وقاعد يبص كده، يبص على الحريم كده، يبص عشان يتجوز كل التليفونات اللي في الدنيا كلها. يخش على العروس يقول لك ده مش شبه دي، ده مش عارفاه، ده مضراه، ده مش عارفاه. تبص تلاقي حتى لو معاها اجمل واحده في الدنيا ناقم عليها برضه مش عايزها. عشان كده بقى هي المشكله في كده. تبص تلاقي صاحب الراجل بقى اهم حاجه صاحب ابو العريس مثلا اهم حاجه يجيب عنده 3 عجول يذبحهم، 4 عجول يذبحهم. ده يوم الفرح. هو ده بيبقى راجل كريم ماشي. هو ما يعرفش المصيبه اللي جايه له يعني. اللهم صل على النبي. هي القصه كلها يا عم حجاج اللي انت كل اللي انا بقول لك عليه ده بيحصل بين الشباب وبعضيها. وبعدين في حاجه ثانيه بقى. ما حدش بيصبر على الخلف. ايوه اكيد يعني من وسط الناس اللي انت رحت عندهم دول يا لهوي يا حاج. ناس يقول لك عشان ده لها سنتين ما خلفتش. يا اخي هو بايديها. لا ده انا قابلت مصيبه اكبر من كده. ماشي يا حاج. ده انا قابلت مصيبه اكبر من كده. ده اللي رحت لواحد بقول له يا جدع رجع مراتك عشان كده عيب. وجوزها يرد يقول ايش بقى؟ هو انا جاي عشان تقول له عيب ولا مش عيب؟ بقول له بلاش يا ابني. يقول لي دي ما بتخلفنيش الا بنات بس. ادي يا اخي احمد ربنا. شفت بقى يا اخي احمد ربنا على ربنا مديلك ده غيرك مش طار. انا عايز اعرف هو متجوز كمبيوتر كل ما يدوس على حاجه تجيله؟ لا يقول لك اللي ما كانش واد ما تروحش. طب روح انت روح يا اخويا. شفت يا عم حجاج قله ادب يا راجل. انا عشان كده مش عايزك تتعب رجليك وتروح هنا وتيجي هنا. هي مشكله كبيره. ده انا بسيح في الشمس رايح جاي. كلنا مشتركين فيها. مشكله الطلاق ديتي كل واحد مش فاهم التاني، مش فاهم عقل التاني. لو كل واحد لو ام العروسه قعدت مع بنتها وفهمتها، لو ابو العريس قعد مع ابنه وفهمها، لو حمات العروسه شارت مرات ابنها